صباح الخير. انا جيت. بلاش نقرا كتب نفسيه ولا نسمع حاجات نفسيه لو هنعمل حاجه من الخمس نقط اللي هنتكلم عليهم النهارده. اول واهم نقطه التشخيصات. كتير بقينا نشوف ناس اصل ده نرجسي، اصل ده سايكوباتي، اصل ده شخصيه حديه، اصل ده عنده سكيزوفرينيا. بالراحه، لحظه. التشخيصات لا تلقى جزافا كده، يعني لازم مختص وبعد اختبارات كتيرة جدا يقدر ان هو يقرر ويدي تشخيص. فجو التشخيصات ده مش كده، مش بيجي كده. طيب انا قرأت ان هو ده شخصية كذا، هتعامل معاها ازاي؟ ده اللي هيعود عليا، انا هتعامل ازاي؟ مش هروح احكم على اللي بره. طيب ليه الشخص ده ظهر في حياتي؟ بمعنى انا في حياتي شخص متحكم، فين انا مش بحط حدودي، فين انا مش عارفه اتخذ قراراتي لوحدي، فين انا مسلمه الريموت كنترول بتاع حياتي بره، فين انا مديه غيري سلطه على حياتي ان هو يمشيني، فين المكان اللي انا مش واثقه في قراراتي فيه ان انا هقدر اتخذ قرارات صحيحه لنفسي. طيب ده شخص بيشوف نفسه مغرور ودايما بيكسر مني. طيب ماشي، فين المكان اللي انا حاسه فيه بالنقص؟ فين المكان اللي انا مش شايفه نفسي كفايه فيه؟ فين المكان اللي انا بتعامل مع نفسي بدونيه فيه؟ فين المكان اللي انا مش بديني حقي فيه؟ لما نرجع نرفلكت على نفسنا هنلاقي ان واحده واحده احنا المعتقدات دي او التشخيصات دي هي نابعه من صدماتنا النفسيه، من تصرفاتنا، من نظراتنا وألمنا. فانا ما ينفعش ان انا اروح احكم على الشخص ان هو كذا. انا ممكن افهم الشخص ده بيتعامل بانهي باترن او بانهي شكل بحيث ان اقدر اتعامل معاه. طيب تاني حاجه الحكم. دول كلهم طلعوا مرضى نفسيين. هو في الواقع احنا لو خدنا بنفس المعيار ده فاحنا كلنا مرضى نفسيين، لان كل الناس، كل شخص عنده تروما بطريقه او باخرى. يعني مفيش، يعني كل حاجه هي ترومس فوق بعضها. فبالتالي ما ينفعش ان انا اجي لو كلهم مرضى نفسيين وانا ايه؟ انا الملاك اللي نازل من السماء؟ ما انا قاعده معاهم حضرتك. ما هو طالما طلعوا في حياتي يبقى في حاجه عندي هم بيعكسوها، هم بيوريهاني. ما العلاقات انعكاس للي جوايا، فايه الحاجه اللي عندي هم بيوروهاني. فما ينفعش ان انا اروح ده كلهم كده، انا كده بعلي الايجو عندي. اللي هو هم خلاص كلهم الوحشين وانا اللي بسم الله ما شاء الله ملاك بجناحات. ما ينفعش. حولناها بدل ما احنا بنكتسب علم لكبر ودنيا كبيره تانية. طيب تالت حاجه اني اسمع وما طبقش. بمعنى والله انا قرأت وبقى قاعده عماله انظر على الناس، اللي هو اصل المدير ده بيتصرف مش كويس خالص، اصل هو لو مدير شاطر هيعمل 1 2 3، اصل هو لو شخص كويس هيعمل 1 2 3. طيب ماشي، انا عملت ايه بقى من اللي انا قرأته؟ لا انا حضرتك انا واخداه وبنظر بيه على الناس بس. بلاش نقرأ لو هنعمل كده. انا بقرأ عشان انا اتعلم، عشان انا اتزكى، عشان انا اتطور واتغير للاحسن، عشان اعرف ازاي اتعامل مع الناس بشكل افضل. مش جايه اتعلم عشان اقول لهم يلا يا ولاد تيت 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 انتوا لازم كلكم، عشان انا اتعلمت معلومه جديده فانتوا لازم كلكم تعملوها. دي طلع الموضوع ده كويس جدا وصحي جدا. ما ينفعش، الموضوع ما بيمشيش كده. طيب رابع حاجه عقليه الضحيه. يعني انا قرأت وطلع بابا وماما نرجسيين وهم اللي عاملين فيا كده. اصل انا بابا وماما كانوا ما بيخلونيش اخد قراراتي، فانا دلوقتي طالع مش عارف اخد قرار. اصل هم زمان كانوا دايما حابسيننا في البيت او مش بنخرج كتير، فبالتالي انا دلوقتي مش بحب الخروج وطلعت شخصيتي انطوائيه. ما شاء الله. لا احنا كده بنرمي لوم وبنعلق شماعات على الفاضي. يعني احنا شغالين في جو تأنيب وغضب. يعني احنا هنا بدل ما الوعي فادنا هو بقى بيضرنا. هو بدل ما الوعي
بقى بيخدمنا، احنا بقى يعني بقينا هو بيرد علينا، بيضرنا اكتر. احنا بنبدأ الوعي عشان نفهم انا فين وايه اللي سبب ده، فبالتالي اقدر اتخلص منه. ده الباترن اللي بابا وماما او الاهل او ايا كان مكان الشغل اي حاجة، ده الاهل اللي هم اختاروه، ده هم بيتصرفوا كده، مش لازم انا اتصرف كده. حياتي اختياري، اختياراتي انا اللي بتطبق في حياتي. طول ما انا مدياهم لو اصل انتوا اللي عملتوا كده، احنا كده بنعلق شماعة عشان احنا مش عايزين نتحمل مسؤولية حياتنا. فبدل ما نقول ان انا مش عارف اتحمل مسؤولية حياتي، لا انا هقول ان هم السبب، واصل هم اللي مقيديني وهم اللي عملوا وهم اللي عملوا وهم اللي عملوا. هو محدش مقيد، القيد هنا وانس ان احنا بدأنا نطلع من الدايرة دي بتاعت اصل هم اللي عملوا. انا والله متفهمة وهنعمل عليها سلاسل كتيرة جدا وحكايات التأثيرات بتاعت التربية الخاطئة، لكن ما ينفعش ان انا اجي اصل هم عملوا. طب مش انت عرفت؟ خليك انت كويس وقف عند النقطة دي، اكسر السايكل دي، اكسر الدايرة المغلقة دي، اكسرها وتغير انت. لا مش بعد ما شاب بقى ودوك التاني. لا احنا كده عقلية ضحية واتكلمنا عليها كتير قوي، وهسيب لكم اللينك في الديسكريبشن بوكس تحت، بلاي ليست كاملة عن عقلية الضحية. ما ينفعش ان انا اروح ارمي اللوم، لو هرمي اللوم بلاش نقرأ. خامس واهم نقطة هي التطبيق. لما اجي اطبق على حياتي انا مش هسمع وخلاص، في حاجة اسمها اعقلها وتوكل. يعني انا اصلهم ما قالوا ان بابا كده نرجسي وانا لازم احط حدودي وانا لازم ابعد وانا لازم ولازم ولازم ولازم. بالراحة، هل ده بيتناسب مع حياتي ولا لا؟ يعني انا هاخد المعلومة افصلها على حياتي. محدش من اي حد، سواء اي حد اللي كان بيديك النصيحة او كتاب او بتقرأ، محدش عايش حياتك، فبالتالي انت الوحيد اللي مسؤول عن حياتك. انا مش موجودة معاك، مش عارفة بابا بيتصرف ازاي، مش عارفة ماما بتتصرف ازاي، مش عارفة اخواتك بيتصرفوا ازاي، كوني فيه مش عارفة المدير والشغل والناس وصحابك والعلاقات. فبالتالي لما ناخد حاجة مش هنروح بغضب ونشيد في الكل بقى، لا انتوا كلكم وحشين وانا هاخد حقي وبغضب وخناقات بقى ومش عارفة ايه. دمرت حياتك عشان اصل هم قالوا ان ده كده غلط. لا، احنا بنعقلها وبنتوكل، يعني بناخد الفكرة ونبدأ نفصلها على حياتنا، ناخدها ونطبقها على حياتنا طبقا بقى حياتي دي انا شايفاها ازاي، حياتي دي انا بتعامل معاها ازاي. حياتي دي ما ممكن انا هنا مثلا بقول ان الام مثلا ممكن تسيطر، طب ماشي، انت هتيجي تقول طب ماشي هي مسيطرة، طب هل انا بعرف اتخذ قرار؟ هل انا بعرف متحملة مسؤولية حياتي؟ هل انا قراراتي بتكون الى حد ما صح؟ هل انا في خبرة في القرارات، في تاريخ هم شايفينه قدامهم فبالتالي هيقدروا ان هم يقولوا ده قرارها صائب ولا لا؟ ما احنا هنا لازم برضو ناخد ايه، يعني نسبة وتناسب. انا مش عايز كل حاجة وقصادها انا مفيش حاجة اصلا. يعني لا انتوا لازم تدوني كل الفلوس عشان افتح مشروع. طب ماشي، انت فتحت مشروع قبل كده؟ لا. طب انت عارف مخاطر انك تفتح مشروع؟ لا. طب انت يعني رحت درست؟ لا. طب انت عارف اي حاجة في الموضوع؟ لا، بس انتوا وحشين عشان مش بتدوني. الموضوع مش بيبقى بهذه البساطة، بس تاني طبقوه على حياتكم. شوفوا فين النقطة اللي كل حاجة بتسمعوها انتوا محتاجين تطبقوها ازاي على حياتكم. احنا هنا ورا الكاميرز وورا الكتب، محدش شايف حياتك زيك، فمحدش هينفع ان هو يطبق على حياتك زيك. يبقى كده اول حاجة التشخيصات، بلاش نشخص. تاني حاجة الجادجمنت والايجو، لو هحكم ولو ده هستخدمه في الكبر. تالت حاجة لو مش هطبق، انا هحكم على غيري وعايز كله اللي حواليا يطبقوا وانا لا. رابع حاجة عقلية الضحية ودايرة اللوم. خامس حاجة